سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. سياده المستشار ازي حضرتك؟ يا كابتن خالد ازيك؟ ازيك؟ واحمد عفيفي معايا بيسلم عليك. لا مش عايز اسلم عليه النهارده. ليه كده طيب؟ واخد منه موقف. طيب ماشي. ما بحبش اللي يفتي فيما لا يعرفه. الايه؟ اللي يفتي فيما لا يعرفه. طب ما تقول انت يا استاذ مرتضى ايه اللي عشان نعرف، عشان الناس كلها تعرف، لان الناس كلها النهارده كانت بتشرب من الخراره. كل الناس ما كانتش عارفه حاجه، وكان يعني اتقال كلام كتير جدا، ما حدش كان عارف حاجه لغايه ما طلع القرار. يمكن الوحيد اللي انا بتعامل معاه واديله كل معلومات بطريقه مباشره يمكن كابتن خالد. صحيح انت امبارح قلت لي كل اللي بيتكتب في المواقع وكل اللي بيتقال ده مش حقيقي، قلت لك كل الاحتمالات ايه؟ وارده. مظبوط. صح، انت قلت لي كده امبارح. طيب ماشي. طيب قول لنا بقى القرار الاخير يا سياده المستشار. اولا انا يمكن بعض المواقع كتبت غلط طبعا، لكن كان في اجتماع بالليل الساعه لا يعرفه. طب ما تقول انت يا استاذ مرتضى ايه اللي عشان نعرف، عشان الناس كلها تعرف، لان الناس كلها النهارده كانت بتشرب من الخراره. كل الناس ما كانتش عارفه حاجه، وكان يعني سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. سياده المستشار ازي حضرتك؟ يا كابتن خالد ازيك؟ ازيك؟ واحمد عفيفي معايا بيسلم عليك. لا مش عايز اسلم عليه النهارده. صحيح انت امبارح قلت لي كل اللي بيتكتب في المواقع وكل اللي بيتقال ده مش حقيقي، قلت لك كل الاحتمالات ايه؟ وارده. ليه كده طيب؟ واخد منه موقف. طيب ماشي. ما بحبش اللي يفتي فيما لا يعرفه. الايه؟ اللي يفتي فيما لا. اتقال كلام كتير جدا، ما حدش كان عارف حاجه لغايه ما طلع القرار. يمكن الوحيد اللي انا بتعامل معاه واديله كل معلومات بطريقه مباشره يمكن كابتن خالد.